اهلا ابو كرم، اهلا بشيخ الشباب. الله يطول لي عمرك. على كل حال اليوم يا اخوان، يا ايها الاخوه المواطنون اللبنانيين، يعني اي نعم، بدي اعملكم فيديو مرتب على كيفكم. نعم. واحد قال بده يسافر، شو قال؟ ندرن علي ونضربوا فيه، بدي اذبح عجل اذا بيعطوني فيزا على استراليا. حلو. ايش جيتوا الفيزا على استراليا؟ حمل حاله بشيل ابوه بيعطيه مصاري وكذا وبيقول له الله معك يا ابني، بيبوسوا بيودعوا بيقول له الله معك. بيوصل على استراليا الاخ بيع السنتين ثلاثه، بيحمل جنسيه استراليه وبيخلف ولدين مثل ثلاثه بهالوقت هذا؟ ايه يعني لانه راح الزلمه من هون دغري لهونيك، يعني مشان اتجوز خلف شي ولدين ثلاثه، بيعطوهم كمان لاولاده جنسيات. نعم. بعد 3-4 سنين شو بيقول؟ اخو الشرموطه ابن الحرام، فوق على استراليا يلعنها، العيشه فيها ملا حلوه، كلها خرا. وليه ابن الخرا يا ابن الخريه، يا ابن الخرا يا ابن الخريه. عملت ندر انه تذبح عجل وتفرق 500-600 رطل خبز لتاخذ فيزا. هلا لما صرت هونيك صرت خرا يا ابن الخرا. ولك الله لما خلق استراليا خلقها جنه، بعد الجنه اللي فوق بالسماء الجنه الثانيه هونيك باستراليا، جنسيه وشغل ومصاري وحكمه ببلاش. وحكمه. لك شو بدي بالحكمه؟ اولادك حاملين باسبورات باسبورات استراليه، يعني تتحرك الاساطيل من اجل حامل هذا الباسبور. يا جحش يا ابن الجحش، انت لبناني، ابوك هون وامك هون واخواتك هون، ابوك عنده 15 ولد، ما بدك واحد من اللي يجيب له 100 ليره ويقول له تفضل 1000 ليره؟ ما في. ده شايف لعمي كلنا. لك العالم ماتت من النوم، من القعد، شغل ما فيه، توظيف ما فيه. هلا نحن رح نحكي عن هدول الجماعه تبعنا هيكين البلد، لا بيوصفوا واحد، واذا واد تعلم ما له شغل. في عندنا واد مهندس هون يا حرام عم يشتغل بالجروفه، مهندس طيران، مدري مهندس بترول يا محمد، عم يشتغل بالجروفه هذه، بيحطوا فيها الحبل وبيشدوا اناريه، بيطلع معنا دواليب وشحوحيط وكليب فوصه وهيك وروس بقر بالجروفه. الله وصلك على هديك النعمه، لازم تركع عجراك مثل الكلب وتبوس ارض استراليا. الله يعمرها والله يرفع شأنه والله يبعد عنها اولاد الحرام اللي مثلك. لانه انت كلب ابن كلب يا اخو الشرموطه. استراليا خريه يا ابن الخرا.